السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل جوز حمام يا جماعة من غير سلق ولا شوي ولا اي حاجة اطلاقا، مجرد ان احنا هنسويه بطريقة ما، وهتشوفوها ان شاء الله معايا لحد اخر الفيديو. ما تنسونيش اللايك والشير ومتابعة حلوة للقناة. يلا بينا نسمي الله كده ونبدأ. دلوقتي معايا هنا خلة الاسنان يا جماعه هنعوزها دلوقتي، وهنا الحمام بتاعي غسلاه بميه وملح وخل ومخليه زي الفل، ومفرغه بين الجلد وبين اللحم. عفوا. ومعايا هنا القونصتين دول، يعني هحشي في الاخر وهسد بيهم الحشو. تمام، يعني هقفل بيهم الحشو. معايا بصلايه مكعبات وطماطم مكعبات وفلفل اسود وكمون وكزبره وكركم وشطه. وهنا يا حبايبي نزلت بالبصله في زيت سخن. تمام. البصله مقطعه مكعبات عادي خالص، ونزلت بالكبده طبعا غسلاها كويس جدا، ونزلت بيها كده بعد ما قطعتها مكعبات. هجيب الرز معايا كوبايه رز منقوعه ومغسوله وزي الفل ومصفيه. هاخدها برضو تشويحه كده على نار عاليه يا جماعه. تمام. زي ما شايفين حضراتكم كده. معايا بقى قرن فلفل، ده اختياري، حابه تحطيه مع طماطميه اوكي مفيش مشاكل، حابه تستغني عنه براحتك. ولو في فلفل الوان عادي برضو يا جماعه مفيش اي مشاكل. زي ما شايفين حضراتكم كده، اول ما الرز معايا يتحمر بنزل بالطماطمايه وقرن الفلفل الحامي، هو بيديله طعم جميل جدا صدقوني. وهنا يا حبايب قلبي نزلت بالبهارات بتاعتنا. لو حابه تحطي مكعب مرق دجاج ماشي مفيش مشاكل، بس انا الصراحه ما كانش عندي، فعملت التتبيله كده عادي ما فيهاش اي مشاكل. وطبعا معلقه الملح ضروري جدا علشان تظبط معاك الطعم. تمام يا حبايب قلبي. هجيب بس يا دوبك مج فيه ميه بس، مش هزود عن المج علشان خاطر انا مش عايزاه يستوي سوا كامل، انا عايزاه يستوي يعني 3/4 سوا او نص سوا يعتبر. لو الحمام صغير منك وزغليل تسويه نص سوا. هنا طفيت النار وسبته يبرد شويه على جنب. خدت الحمام بتاعي يا حبايبي بعد ما انا مصفياه وغسلاه، بحشي بين الجلد الاول واللحم، وبعد كده بحشي قلبه من جوه، وبعد كده بحشي الرقبه بقى بتاعته بعد ما بخلص. زي ما شايفين حضراتكم كده، بس ما تملهوش، حاولي ما تملهوش خالص ولا تكبسيه علشان خاطر ما يعملش معاكي ويفرد معاكي بعد كده في السوا. بسد بقى بالقونصه زي ما حضراتكم شايفين كده الحشوه بتاعتي. عايزه تربطي الرجلين كده تمام، عايزه تسيبيها براحتك. بحشي بقى الرقبه هنا كده اهي زي ما شايفين حضراتكم. ويستحسن لما تعملي الحمام او تنضفيه عند الفرارجي ما تخليهوش يفتح لك الرقبه دي، عشان تعرفي تحشيه ويبقى شكله جميل قوي في الطيبان وكده وفي الحشو. هنا يا حبايب قلبي انا مش هحتاج ان انا اقفل الرقبه، وهقول لكم ليه دلوقتي. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسونيش لحد دلوقتي لو معايا حضراتكم اللايك والشير والمتابعه حلوه للقناه، شجعوني اقدم لكم كل جديد. زي ما شايفين حضراتكم كده، عايزه اربط الرجلين عادي، مش عايزه اربطها مفيش اي مشاكل، ان انا مش هسلقه في ميه يا جماعه. لو هتسلقيه في الميه دي طريقه غير، وان شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف الطريقه التانية اللي انا سلقته قبل كده في ميه، وطريقه تانية حطيته في ورق فويل اللي هو الالومنيوم وحطيته في الميه زي ما حضراتكم شايفين. بس فده المره دي هعمله ولا سلق ولا شوي يا جماعه، هعمله بطريقه جديده وفي مننا جربها كتير وعجبته. هتشوفوا حضراتكم دلوقتي، تابعوني للاخر. برضو هحط القونصه كده زي ما شايفين حضراتكم، هامله برضو الرقبه. انا طبعا يا جماعه علشان ان انا افصل بين اللحم وبين الجلد ببل صوابعي كده حبه ملح، معلش اللقطه دي ما اتصورتش، وبدخل ايديا كده بين اللحم وبين الجلد فبيتفرق بكل سهوله وبيتفتح. زي ما شايفين حضراتكم كده حشيته تمام مفيش اي حاجه. هسيبه بقى كده هنا على جنب. زي ما شايفين حضراتكم كده هنفضه من الرز خالص، وهسيبه على جنب لحد ما اجيب. انا هقفل بالخله اهو، جبت خله هقفل بيها بس كده. ولو حابين تسيبوها عادي يا جماعه، ان السوى اللي احنا هنسويه ده مش هيخلي الرز يخرج بره ابدا. زي ما شايفين حضراتكم، زي ما شايفين حضراتكم كده. هخلص بقى الاتنين دول كده، معلش هما اتنين بقى كده المره دي، قبل كده كنت عامله معاكم ما شاء الله كتير عن كده، بس يعني المره دي بقى اتنين بقى كده، الحمد لله رضا فضل ونعمه. زي ما شايفين حضراتكم هنا في اكياس حراري، ده بقى السر يا جماعه اللي هيسويها، يعني تسويه ولا بتاع المطاعم، تسويه جميله جدا وهتشوفوا دلوقتي التريكات.
هنا بيجي معاها كيسين فيهم اللي هو الرباط ده اللي انا وريته لحضراتكم. الكيس بفتحه كده يا جماعه، وبجيب شويه دقيق وبعفر الكيس بيه من جوه. لازم يا جماعه ضروري الخطوه دي هوريها لكم دلوقتي. هجيب بس حبه دقيق وارجع لحضراتكم اهو. افتحه كده بس الاول، حبه دقيق لا تسكر، يعني معلقه صغيره من الدقيق اهي زي ما شايفين حضراتكم كده. هنفض بيها الكيس كده وبعد كده هخرجها من الكيس. تمام. وبعد كده هروح جايبه الرز بتاعي ده هجيب بس صينيه الاول كده على قد يا دوبك الحمامتين، وبجيب الرز بتاعي ده كده وبنزله كده بالمعلقه في قلبيه. بعمله علشان طبعا هو ده مش مستوي يا جماعه، فما تقلقوش مش هيتهري ولا اي حاجه، ده هيطلع مفلفل. وصدقوني بامانه والله بالله هيطلع مفلفل احلى من اللي في الحمام كمان. اهو هحط الحمام بس كده زي ما شايفين حضراتكم كده، وهقفل الكيس باحكام بالرابط اللي هو بيجي معاه ده زي سلك كده يا جماعه بس. وهتني بقى الطرف ده كده من تحت، وهجيب سكينه هخرق بس كده الحتت دي، اعمل فتحات صغيره، وهلم الكيس كده علشان ما يبقاش هايش. الكيس ده يا جماعه ياخد بطايه ودي كرومي كمان ما شاء الله عليه. فزي ما شايفين حضراتكم بألف هنا بعد ساعه بالظبط في درجه حراره متوسطه سويناه. وخدت بعد كده شلت الكيس وحطيته يا جماعه تحت الشوايه، خد لون 5 دقايق من غير دهون ومن غير اي تكلفه. ما شاء الله طالع ولا بتاع المطاعم. بألف هنا، وما تنسوش اللايك والشير. مع السلامه.